90% من طلبة الثانوية العامة بيفشلوا بسبب خطأ واحد، وانت غالبا بتعمله. الخطأ ده إنك مستني تبقى جاهز عشان تبدأ، مستني المزاج، مستني اليوم اللي تصحى فيه متحفز، مستني الظروف تتظبط. والحقيقة اليوم ده مش هيجي لوحده. اللي بينجح مش لأنه أذكى، لكن لأنه قرر يبدأ وهو مش جاهز أصلاً. قرر يقوم من على السرير وهو زهقان، قرر يذاكر وهو مش فاهم كل حاجة، قرر يكمل حتى وهو خايف. سنة واحدة بتغير مستقبل، وسنة واحدة كفيلة تخليك في المكان اللي بتحلم بيه. بس البداية بدايتك انت. لو فعلا عايز تحقق اللي في خيالك، ابدأ دلوقتي. أيوة دلوقتي، حتى لو صفحة واحدة، خطوة واحدة، بس المهم إنك تتحرك. ولو كل يوم خدت خطوة صغيرة، هتتفاجئ إزاي مستواك بيعلى من غير ما تحس، وهتكتشف إن الخوف اللي كان موقفك أضعف بكتير من أول صفحة فتحتها. ما تستناش فرصة، أنت اللي بتصنع الفرصة. ما تستناش حد يشجعك، أنت اللي لازم تشجع نفسك. ولو كل الناس وقفت، أنت لازم تكمل، لأن آخر السنة مش هيفرق مين كان خايف، ولا مين كان مضغوط، ولا مين كانت ظروفه صعبة. اللي هيفرق بس مين اشتغل، ومين بدأ بدري، ومين ما استسلمش. انت قادر، وقادر أكتر مما تتوقع. وكل ثانية دلوقتي هي استثمار في النسخة اللي هتفتخر بيها بعد شهور. قوم وافتح كتابك، واثبت لنفسك إنك مش من 90% اللي وقعوا، انت من 10% اللي قرروا يكملوا ونجحوا. ومهما حسيت إنك تايه، ارجع فكر نفسك إن كل تعب دلوقتي هو راحة قدام، وكل ساعة مذاكرة بتقربك لحلمك خطوة. حتى لو الخطوة صغيرة، هي برضو خطوة ما كانش موجودة امبارح. اوعى تستهين بتقدم بسيط، لأن التقدم البسيط هو اللي بيعمل فرق كبير في النهاية. واوعى تسمح لأي صوت داخلي يقولك إنك مش هتلحق، لأنك هتلحق وهتوصل، بس لو فضلت ماشي. خليك فاكر، اللي بينجح مش اللي مغلطش، ولا اللي كان مذاكر من أول يوم. اللي بينجح هو اللي وقع وقام، واتلخبط ورجع، واتشتت ورجع نفسه تاني. اوعى تخاف من الطريق، خاف بس من إنك ما تبدأش. خاف من الندم مش من التعب. خاف من اللحظة اللي تقول فيها كان ممكن أعمل أكتر بس ما عملتش. انت دلوقتي في أهم وقت، الوقت اللي هيحدد مين هيفضل مكانه، ومين هيتقدم، ومين هيطلع فوق الكل. اختار تكون من اللي بيطلعوا، من اللي بيثبتوا لنفسهم كل يوم إنهم أقوى من الظروف، وأقوى من الكسل، وأقوى من الإحباط. قوم واشتغل وكمل، لأنك قريب جدا من النسخة اللي بتحلم تكونها، قريب أكتر مما تتخيل. وفي الآخر اسأل نفسك سؤال واحد بس: هتسيب السنة دي تكسرك، ولا هتقوم وتكسر انت كل حاجة كانت واقفة قدامك؟ افتكر ان التعب اللي بتعيشه دلوقتي هو بالظبط اللي هيخليك تبتسم يوم النتيجة، وان اللحظات اللي بتتردد فيها غيرك بيكون بيتقدم. اختار تكون اللي بيتقدم، اختار تكون النسخة اللي حلمت بيها، اختار تكون انت الصعب اللي ما بيتكسرش. مفيش حاجة هتوقفك غيرك انت، ومفيش حد هيكسب غير اللي بيكمل. فكمل واثبت واشتغل، لأن مستقبلك مش هيبدأ بكرة، مستقبلك بيبدأ دلوقتي.